السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا أهلا بكم إلى الطبعة الأولى من بين سبورتس الإخبارية في قطر. جولتنا الصحفية نبدأها من إنجلترا وصحيفة الديلي ميل التي اهتمت باستعدادات أرسنال لمواجهة ليستر سيتي في افتتاح الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز. وفي بقية القصة تضيف الديلي ميل أن أرسنال واصل تحضيراته للمباراة أمام ليستر لكن في غياب أليكسيس سانشيز بسبب الإصابة. ونقلت الصحيفة الأجواء الرائعة التي سادت كتيبة أرسن فينجر خلال المران الأخير بمشاركة الفرنسي ألكسندر لاكازيت الذي تأهب لخوض المباراة بعد مشاركته في لقاء الدرع الخيرية، وكله أمل في الظهور بأفضل صورة. ويسعى فريقه إلى الفوز وتسجيل بداية قوية في الدوري بعد موسم سيء لم يكن فيه ضمن الأربعة الأوائل. نبقى في إنجلترا ونتحول إلى الجارديان التي تساءلت كيف سيكون السباق على اللقب بعد أموال طائلة وجعجعة كبيرة في فترة الانتقالات. وفي التفاصيل الدوري الإنجليزي يعود من جديد في موسم طويل وشاق من أجل اللقب الذي بدأ التحضير له خلال فترة الانتقالات، حيث تنافست الفرق في استقطاب أفضل اللاعبين وبمبالغ طائلة وصخب كبير حول الأموال والصفقات التي ارتفعت بشكل محسوس في الآونة الأخيرة مع انتعاش الأندية ماليا بفعل حقوق النقل التلفزيوني والرعاية، ما جعل الدوري الإنجليزي يطغى على بقية الدوريات الأوروبية الأخرى. ليبدأ الآن الصراع الحقيقي في الميدان وتظهر الحقيقة بشأن الأندية التي أحسنت الانتدابات وتلك التي أخفقت في ذلك، والجواب سيأتي مع تقدم الجولات. إلى ألمانيا وصحيفة بيلد وفيها نقرأ أين عثمان ديمبيلي. وفي التفاصيل تضيف الصحيفة أن الدولي الفرنسي عثمان ديمبيلي غاب بشكل مفاجئ عن التدريبات مع فريقه بروسيا دورتموند ولم يظهر له أي أثر رغم محاولات الاتصال به، وبناء عليه قرر المدرب بيتر بوش معاقبته على هذا السلوك غير المقبول. وكشفت الصحيفة أن عرض برشلونة لضم ديمبيلي تم رفضه على الرغم من رغبة اللاعب الجامحة في الانتقال إلى النادي الكتالوني والإغراءات المالية الكبيرة. صحيفة سبورت الإسبانية تفاعلت مع تطورات أخبار ديمبيلي مع ناديه بروسيا دورتموند وكشفت عن العرض المقدم للاعب من قبل النادي الكتالوني. وتضيف سبورت أن برشلونة رفع قيمة الصفقة ب20 مليون يورو عن العرض المقدم سابقا، وأن الاتفاق بين الفريق الإسباني وديمبيلي أمر مفروغ منه لدرجة أن اللاعب لم يتدرب مع فريقه للحفاظ عليه أكثر، وهو الأمر الذي سيجعل حسب رأي الصحيفة إتمام الصفقة طالما أن رغبة اللاعب تميل لصالح البلاوغرانا الذي قد يكون اتفق معه على مدة العقد وكل التفاصيل المالية، ليبقى باب المفاوضات مفتوحا بين الطرفين من أجل إتمام الصفقة التي تثير اهتمام برشلونة كما اللاعب. إلى صحيفة ليكيب الفرنسية التي طرحت هذا السؤال الكبير: باسيا هل هي النهاية؟ في التفاصيل كتبت الصحيفة أن نادي باسيا قد يختفي بعدما قرر 10 من مسيريه رمي المنشفة بسبب المتاعب المالية، فبعد هبوطه إلى الدرجة الثانية ثم إنزاله إلى القسم الأدنى أيضا ولم تنتهي متاعبه بل تفاقمت ليجد نفسه غير قادر على مباشرة الدوري وفي مواجهة خطر الزوال. ونقلت ليكيب عن المنسحبين قولهم إن السبب في هذا القرار هو عدم جدية المسؤولين في المواصلة وإنقاذ الفريق من الاندثار، كما كشفوا عن رغبتهم في الظهور مجددا في حال تحسن الأوضاع والظروف. من الصحافة العالمية ننتقل إلى أبرز ما جاء في الصحافة العربية ونبدأ بصحيفة الشروق الجزائرية وفيها نطلع عنوانا بارزا يقول: مدرب المنتخب الليبي يتحدى الخضر ويتحدث عن مباراة بطولية. وفي التفاصيل قلل مدرب منتخب ليبيا جلال الدامجة من تأثير الهزيمة التي تلقاها أشباله في المباراة الودية أمام منتخب المغرب التي انتهت بخسارة زملاء الغنودي بخماسية كاملة، وقال إن المنتخب لم يأتي في ثوب الضحية وأن لاعبيه مطالبون بعدم الخسارة للحفاظ على أمل التأهل لكأس أفريقيا المحليين 2018، مضيفا أن الخسارة أمام المغرب لم تؤثر فيهم بل سمحت لهم بتصحيح العديد من الأخطاء. وراهن المدرب على تقديم مواجهة بطولية يتحدى فيها كل الصعاب ومنها عدم التمكن من تجميع كامل التعداد سوى قبيل 3 أيام فقط من الانتقال إلى الجزائر.
إلى الدستور الأردني، ومنها اخترنا لكم العنوان التالي: الفيصلي والجزيرة منافسة على لقب بروح رياضية عالية. وفي بقية الحكاية نقرأ: تعود الحياة من جديد إلى ملاعب كرة القدم الأردنية بإقامة مباراة كأس السوبر بين الفيصلي والجزيرة، وتحظى المباراة باهتمام عشاق الكرة الذين يترقبونها بشغف كبير، حيث سيظهر طرفان اللقاء بشكل جديد بعد سلسلة من التغييرات التي طالت صفوفهما إثر التعاقدات التي تم إبرامها بعد نهاية الموسم الماضي. وتجتمع العراقة من جديد بين الفيصلي والجزيرة، إذ يتنافس الطرفان على الفوز بمباراة السوبر في تسميتها الجديدة، حيث يعتبر الانتصار في هذه المواجهة حافزا لكل طرف لدخول الموسم الجديد بمعنويات مرتفعة وعالية. وفي قطر ركزت صحيفة استاد الدوحة على استئناف السد لتحضيراته بالدوحة استعدادا للموسم الجديد، وكتبت أن السد استأنف تدريباته في الدوحة عقب عودته من المعسكر الخارجي الذي أجراه بالنمسا، وخاض الفريق تدريبه في ظل غياب لاعبيه الدوليين المتواجدين حاليا مع العنابي تحضيرا للجولتين الأخيرتين في تصفية المونديال، وهم سعد الدوسري وبيدرو وعلي أسد وخوخي بوعلام وحسن الهيدوس ومصعب خضر وسالم الهاجري. وحرص الجهاز الفني بقيادة البرتغالي فييرا على الارتفاع بالحمل البدني، لا سيما بعد عودة اللاعبين من فترة راحة عقب خوض المعسكر التدريبي الخارجي. ونختم جولتنا الصحفية من لبنان وصحيفة اللواء التي كتبت: منتخب لبنان يستسلم لراقصي الهاكا وأمام كازاخستان ممنوع الغرض. وفي التفاصيل كتبت أن المنتخب اللبناني أخفق في حسم تأهله إلى الدور الربع النهائي بعد خسارته لمباراته أمام المنتخب النيوزيلندي وبفارق 4 نقاط ضمن منافسات المجموعة الثالثة من بطولة آسيا لكرة السلة أمام أكثر من 6000 مشجع ليدخل في معركة المركز الثاني مع المنتخب الكوري الجنوبي. ونقلت اللواء تصريح قائد المنتخب عقب الخسارة، حيث عبر عن استيائه البالغ من التحكيم في المباراة، واعدا بأداء مختلف أمام كازاخستان هذا السبت، ومتعهدا للجمهور اللبناني بتقديم منتخبه ما هو أفضل خلال المباريات المقبلة. ختام الطبعة الأولى، أشكركم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.